أهلا بكم أعزائي مستمعي ومشاهدي بوير اف ام. عم تسمعونا على تردد 103.5 وتشاهدونا عبر تقنية البث المباشر من خلال صفحتنا على الفيسبوك بوير عربي، دائما برعاية مركز شير للتنمية ومؤسسة بوير الإعلامية. وفي حلقتنا الثالثة والتي خصصت لموضوع مهم وله تبعات خطيرة، وهي ظاهرة التنمر تحديدا في السلك التعليمي، المدارس العامة والخاصة. سنتحدث متابعينا ونناقش ونسلط الضوء على هذه الظاهرة من خلال أسئلة عديدة سأطرحها بدوري على ضيوفي الكرام في الاستوديو. قبل الترحيب بضيوفي خلونا نسمع ونشوف التقرير الذي أعده فريقنا، فريق راديو بوير، وبنرجع. ظاهرة التنمر ظاهرة متواجدة في غالبية المجتمعات، تحديدا التنمر ضد الأطفال في المدارس الرسمية والخاصة. ويعاني الأطفال من ظاهرة التنمر ويتعرضون لحالات نفسية أحيانا تؤدي إلى الانتحار. هذه الظاهرة كانت متواجدة ضمن المجتمع السوري عامة بنسبة لا بأس بها قبل الأزمة السورية، ولكن منذ بدء الأزمة السورية وظهور عمليات عسكرية في غالبية المناطق السورية ازدادت ظاهرة التنمر في كافة المدارس السورية العامة والخاصة. والتنمر هو شكل من أشكال العنف والإيذاء والإساءة التي تكون موجهة من فرد إلى آخر أو مجموعة إلى أخرى، حيث يكون الفرد المهاجم أقوى من الأفراد الباقين. التنمر المدرسي: يتعرض العديد من الأطفال في المدارس العامة والخاصة إلى ظاهرة التنمر المدرسي. فما هو التنمر المدرسي وكيف تتم مراقبة هذه الظاهرة من قبل المسؤولين في المدارس الخاصة والعامة؟ التنمر المدرسي أو التنمر في أماكن الدراسة هو أكثر أنواع التنمر انتشاراً، وهو تعرض التلميذ للإيذاء الجسدي أو النفسي من خلال الضرب، الركل، شد الشعر، تخريب الممتلكات الخاصة به، التقليد السلبي، التجريح، الشتائم، الشائعات، التهديد والعزل. وكان تقرير صادر عن اليونيسيف عام 2019 أشار إلى أنه بات أكثر من ثلث الأطفال السوريين خارج المدرسة، وأن طفلا واحدا من بين 8 في كل صف دراسي يحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي مختص لتحقيق التعلم الفعال. وخصصت اليونسكو 5 تشرين الثاني باليوم العالمي لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر في المدارس الذي يؤثر بشكل سلبي على الصحة العقلية للأطفال ونوعية الحياة ومستوى تحصيلهم الدراسي. وأحصى التعرض نحو 246 مليون طفل ومراهق للعنف في المدارس وحولها كل عام. وتشير اليونسكو إلى تصنيف أسباب التنمر إلى سيكوسيولوجي وأسري وإعلامي وتعليمي، وتقول السبب الأول النفس الاجتماعية ترتبط بشخصية الطالب إلى اضطرابه النفسي ربما، أو شخصيته العدوانية أو حب السيطرة والتسلط اللذين يشعران بلذة إذلال وإهانة الآخر إلى جانب وضع أسرته الاقتصادي والاجتماعي. نقص الوعي بشأن الظاهرة في المدارس العامة والخاصة واضح جدا، وربما ليس لديهم الكثير من المعلومات حول هذه الظاهرة، ما هو التنمر، وبالتالي لا يعرفون أسبابه وطرق علاجه. وليس لدى غالبية البلدان العربية والشرق أوسطية، تحديدا البلدان التي شهدت أزمات وحروب، سياسات مبنية على أساس علمي منهجي للتدخل مع الأطفال المتنمرين وضحايا التنمر. من جديد يسعد مساكم متابعونا. خلونا نرحب بضيوفي وضيفاتي الجميلات في الاستديو. الأستاذة نجلاء يونس خلف، خريجة معهد جقرخوين لإعداد المعلمين، وهي مدرسة في ثانوية قناة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة نجلاء. والأستاذة لورين أحمد، خريجة كلية التربية قسم رياض أطفال بجامعة الفرات، تعمل متطوعة ومسؤولة في قسم حماية الطفل بمركز سمارت للصحة النفسية والتنمية البشرية. أهلا وسهلا بحضرتك.
والسيدة نيروز عليكا المجازة في علم الاجتماع، وعملت في المدارس كمرشدة اجتماعية لمدة 10 سنوات، وتعمل في مؤسسة جيان فاونديشن. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك. أهلا وسهلا بكم. فاصل ونعود متابعينا، ابقوا معنا. مجددا أهلا بكم متابعينا مشاهدينا وضيفاتي الكرام. أستاذة نجلاء، رح نبلش من عند حضرتك. خليني بلش من عند حضرتك ومعلوماتك عن ظاهرة التنمر. يا أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا وسهلا. بشكركم على الاستضافة. هو ظاهرة التنمر ليست بجديدة، فهي قديمة منذ ظهور المجتمعات. نعم. طبعا هي ظاهرة يعرض فيها الطفل أو الشخص لمحاولات متكررة من الضرب أو أحيانا من الهجوم الجسمي أو النفسي. طبعا التنمر في المدارس طبعا هاي ظاهرة سلبية. نعم. متعمدة. طبعا من جانب تلميذ أو أكثر لإلحاق الضرر بتلميذ آخر، أذية طفل آخر. وأحيانا التهديد بأشياء مخيفة بغرض أنه خروجه من المجموعة أو أذيته، استقواء وإيذاء. نعم. أستاذة نجلاء، ظاهرة التنمر هي ظاهرة قديمة وجديدة، ليست قديمة، وهي قديمة وجديدة. تبقى دائما موجودة في المجتمع. هل لك أن تشرحي للمتابعين والمهتمين عن نسبتها سابقا قبل الأزمة السورية وبعد الأزمة؟ كيف كانت النسبة سابقا والآن؟ أنا باعتقادي وحسب حسب خبرتنا بالمدارس عم شوف أنه قديما أو قبل الأزمة كان التنمر أكثر. يمكن السبب يعود لأسلوب المدرس أو طريقة إعطائه أو للتلميذ مثلا، أو طريقة تعامله مع الطالب فيها خشونة أو كلمات أو ضرب. أستاذة نجلاء، قارين أنه قبل الأزمة كانت نسب التسرب أعلى. هذا دليل. نعم. بعد الأزمة خفت النسبة. يمكن يعود السبب أيضا لقرب المدرس من الطالب. تتناولين الأسباب. لو تشرحي لنا ما هي أسباب التنمر في المدارس أستاذة نجلاء؟ أسباب التنمر طبعا كثيرة. يعتبر طبعا التنمر هو سلوك غير طبيعي. أكيد. ينتج من خلال السبب الرئيسي اللي هو أنا باعتقادي هو الوالدين، وأيضا لعدة أسباب أخرى هي الإهمال. لما بدك تهملي الطفل. نعم. التنمر هو سلوك طبيعي غير طبيعي. غير طبيعي ينتج عنه عن خلل من قبل المسبب الرئيسي له اللي هو الأهل أو عدة أسباب أخرى. مثلا الإهمال من قبل المدرسة والأهل. أحد الأسباب هو الإهمال. نعم، الإهمال سواء كان من قبل المدرسة أو الأسرة. نعم. أيضا التربية الخاطئة. أحيانا التنافس بين الأخوة بيخلي مثلا عندما يحصل تنافس بين الأخوة على شيء معين بيصير هالطالب يحقد
ويستخدمها حقده هذا على طفل آخر. يعني أحيانا يكون المسبب الرئيسي هو مشكلة في المنزل. نعم. مشكلة في المنزل تؤثر على الطفل، فيأتي يظهر هذا التصرف أو الشيء السلوك الذي أثر في نفسيته، يحاول أن يفرغها في الأقران. نعم، في المدرسة. أيضا قلة ثقة الطفل بنفسه كمان بيخلق كمان سلوكه وبيخليه عدواني، أو كمان نفس الشيء العنف الأسري. أحيانا الطفل المعرض للعنف في أسباب كثيرة طبعا في العنف الأسري، كطلاق الوالدين أو سوء التصرف الآباء تجاه أبنائهم. نعم. وأيضا الغرور، أحيانا الغرور والغيرة أيضا يسبب سلوك عدواني واستفزازي. أيضا الملل. وطبعا في أسباب كثيرة، ولكن هذه هي الأسباب باعتقادي هي الأهم. تحدثتي عن أحد الأسباب، المدرسة. كيف تهمل المدرسة الطفل لتكون بالنتيجة هذا الطفل يتحول لطفل عدواني؟ تحدثتي عن الإهمال. كيف تهمل المدرسة الطفل؟ عدم المتابعة لهذا الطفل. نعم. تحصيله الدراسي. أيوة، عدم متابعة، أو مثلا المدرس إذا ما حاول يتقرب من هذا الطفل ويفهم مثلا الطفل الانطوائي أو الطفل العدواني، فمن واجب المدرس إن هون يتابع الموضوع ويشوف ظروفه المحيطة، تحاول إنه يتقرب من الطفل ويتابع الموضوع، المشكلة. نعم. طريقة إهمال المدرسة هي أحد الأسباب التي تؤدي إنه الطفل يتنمر على أصدقائه وأقرانه بالمدرسة. أستاذة لورين كانوا، مجددا مرحبا بك. مرحبا بك. لو نتحدث عن ماهية عملكم في منظمة سمارت وعمل المنظمات المدنية تحديدا في بعض الظواهر المجتمعية السلبية في منطقتنا. تعمل المنظمات المدنية والمنظمات المحلية والمراكز جاهدة للحد من هذه الظواهر السلبية التي تصيب في المجتمع بشكل عام والتي تؤثر على الفرد بشكل خاص. من هذه الظواهر الموجودة في المجتمع هي مثلا ممكن نقول التسول، عمالة الأطفال، التنمر يلي هو موضوعنا الحالي. نعم. عم نقوم نحن كمركز سمارت عن طريق جلسات توعية، جلسات فردية للأطفال، عفوا جلسات جماعية. نعم. للأطفال، وأيضا جلسات جماعية للأهالي والأمهات. نستهدف الأهالي، نستهدف الأمهات والأطفال. نقوم بجلسات توعية، نوعين على موضوع التنمر، آثاره السلبية على الأطفال، آثاره السلبية على شخصية الطفل. نعم. آثاره السلبية مستقبلا، كيف رح تأثر سلبا بالمستقبل، رح تأثر على الطفل. شو هي أسباب التنمر، كيف فينا نحط الحد من هذا الحد، نحل هاي المشكلة. نعم. الأسباب أستاذة لورين، لو أمكن أن نستمع منك حول ظاهرة التنمر تحديدا، وأهم الأسباب التي ترونها قد تساهم في كثرة هذه الظاهرة تحديدا في المدارس. تمام. في عنا أسباب كثيرة لانتشار ظاهرة التنمر. ممكن أسباب تعود للفرد، أسباب تعود للمدرسة، أسباب تعود للأسرة، للمجتمع. كل هذه الأسباب تؤثر بدورها على شخصية الطفل، ويقوم الطفل أنه من خلال هذه الأسباب جميعها بسلوك التنمر. الأسباب اللي فينا نقول التربوية المتعلقة بالمدرسة، أنه يلجأ المعلم لاستخدام أسلوب العنف كوسيلة للتعليم. عدم اللجوء إلى بدائل إيجابية للعقاب. تساهل المعلم مع الطلاب، مما يضعف دوره لا يقدر يضبط الطلاب بالصف. عدم إعطاء الحرية للطالب والمناقشة وإعطاء رأيه. عدم توزيع الطلاب على الصفوف بشكل معتدل، مثلا زيادة عدد الصفوف، صف فيه مثلا 25 طالب، صف فيه 40 طالب. الرفقة السيئة وتشكيل عصابات. هذه الرفقة السيئة تشكيل عصابات سببها المدرسة، يعني إنه لو تضبط الطلاب ما رح يصير تشكيل عصابات. كمان الافتقار للأنشطة التفاعلية التي تشغل أوقات الطلبة. كمان إذا كانت المدرسة موجودة في حي فقير، كمان تؤثر سلبا على الطالب ويزيد من حدوث حالات التنمر. كيف تؤثر وجود مدرسة في حي
فقير كما قلتي، كيف تؤثر هذا الأمر على ظهور حالات تنمر؟ يعني عدم وجود أنشطة تفريغية للأطفال يساهم بزيادة حالات التنمر في هذه المدرسة في الحي، إن كان حي مدرسة ليست بالشكل المطلوب لترفيه الأطفال. تمام. إذا كانت المدرسة موجودة بالحي فقير، مثلا فينا نقول مدرسة موجودة بالقرى، نعم، فما رح يكون في مرشد نفسي، ما رح يكون في مرشد اجتماعي. الحصص الموسيقى، الرسم، الرياضة ما رح ياخدوا حقهم بالحصص. يعني في إهمال بالقرى، في إهمال. المدارس اللي بالقرى ما بتشارك بالمسابقات مثلا، ما بتشارك بالأندية الرياضية، ما بتشارك بالمعارض الفنية، ما بتشارك بالأمسيات. يعني فينا نقول مهمشة المدارس بالقرى، مهمشة. وفي كمان بيقوموا بدمج الطلاب بصفوف، مثلا تلاقي صف الأول والثاني بصف واحد. نعم. كل هاي إنه بسبب هاي الأسباب يصير فوضى وجبالي تيصير تنمر. تحدثتي عن نقطة زيادة عدد الطلاب وبالتالي عدم قدرة المدرسة والمعلم على إدارة الصف. زيادة عدد الطلاب ضمن الصف الواحد يؤدي إنه عدم التحكم بهذه الطلاب بخروج حالات تنمر نتيجة الاحتكاك الزائد. بيبقى على دور المعلم. إذا استخدم الأسلوب التربوي، الأسلوب التعليمي الإيجابي، استخدم مثلا التأديب الإيجابي بدل العقاب، وسائل العقاب السلبية، نعم، رح يقدر إنه يضبط الصف، يصير صديق مع الطالب، مو يكون انه عامل سلبي لهم. نعم، يعني زيادة عدد الطلاب ضمن الصف الواحد والعقاب السلبي يؤدي لحالات التنمر، لحالات أكثر ونسب أكثر من التنمر، وخاصة في المناطق الأرياف كما تحدثتي. أستاذة نيروز، أهلا وسهلا بحضرتك. بداية نود التحدث أو نتعرف أكثر عن عملكم وبرامجكم في مؤسسة تجيان فاونديشن. تمام، شكرا لك. أنا سعيدة إنه اليوم في مساحة إنه نحكي عن هالظاهرة اللي بنعتبرها خطيرة كثير، نعم، بمجتمعاتنا حقيقة، وإنه أحكي عن مؤسسة جيان، إنه نعم، شو الخدمات اللي بتقدموا. نحن موجودين بروج آفا من 2019. نعم. طبعا هو لما بلش انفتح المركز هو كانت حاجة إنه بظروف الحرب اللي صار نعم، عنا كثير ضغوطات نفسية وكثير اضطرابات نفسية اللي هي من نتيجة الحرب، نتيجة التفجيرات اللي صارت، القصف، الهجرة، نعم، النزوح اللي صار ولو داخليا. نعم. كل الأمور خلى يصير في عنا أمراض نفسية، اضطرابات نفتح الشخص ما يقدر يتأقلم ويتكيف مع الظروف اللي هو بيعيشها. فهون بلش فكرة فتح مركز بقامشلي، وهو عنا مؤسسة جيان عندها 11 مراكز بكردستان العراق، والمركز الأساسي هو موجود ببرلين، وانفتح لها مركز حاليا بأمريكا. طبعا نحن عم نقدم خدمات علاج نفسي متخصص. عندنا 9 معالجين نفسيين عندهم اختصاصات إرشاد نفسي وعلم النفس، بإضافة لهالشيء بجيان فاونديشن بالقامشلي. تماما. هو مركزنا موجود بالسياحي خلف الصحة العالمية. 9 معالجين نفسيين إضافة لاختصاصاتهم المجازين بإرشاد نفسي وعلم النفس، خضعوا لتدريبات مختصة بإشراف مدربين من ألمانيا بما يختص بالصدمة أو الاضطرابات النفسية. فنحن عم نستقبل كل الفئات العمرية من 5 سنين ولا نهاية، يعني عندنا مستفيدين 70 سنة فوق الستينات. فنحن عم نستقبل الرجال، النساء، الأطفال، فئة الشباب، وعندنا هالخدمات هي مجانية. الخطة كيف هي؟ إنه لما بنستقبل أي حدا يجي لعنا بيكون عندنا نظام تشخيص عالمي اللي هو DSM-5 بشخصه حالة الشخص، وأكيد هالشي مبني على بناء علاقة وثقة مع المستفيد اللي يجي لعنا، لأنه الصحة النفسية هو كتير مهمة للناس. وعندنا هيك يعني ثقافة ما لا منيحة إنه الشخص اللي يجي يتردد على مركز بده يتعالج في وصمة وإنه هذا مجنون. بس نحن هاي 3 سنين وأكتر عم نشوف إنه في وعي كتير كبير، وفي كتير ناس عم تبعت ناس لأنه عم يستفيدوا من خدمتنا. طبعا غير العلاج
العلاج النفسي عندنا الخدمة متكاملة. أحيانا يمكن الشخص يتم تشخيصه يكون عنده الحالة النفسية كتير متدهورة، فهو بحاجة لخدمة طبيب نفسي، وعندنا الموجود بالمركز خدمة طبيب نفسي، فهون الدكتور بيوصف الدواء إذا الشخص بحاجة لتدخل دوائي. وعندنا كمان خدمة الطبيب الداخلية اللي هو طبعا ليشخص أحيانا الحالة النفسية بتأثر على الجسد. يعني الشخص اللي بينزعج يمكن يصير عنده تشنجات بالمعدة، يمكن يصير عنده بالكولون، يمكن صداع، جسمه كله تعبان. فهون الطبيب الداخلية بيثبت لنا انه هالشخص عنده وجع الموجود عنده هو نفسي ام جسدي. تمام. فعلى هالاساس بيحط الخطة. وعندنا كمان خدمة الاخصائي الاجتماعي، عندنا اخصائي اجتماعي معالج اجتماعي بالمركز في اطار العلاقات الاسرية والعلاقات مع المحيط، وكل هدول بيأثر احيانا كتير كبير اذا ما في دعم من اللي حواليه. فهون يتم التحويل من المعالج النفسي للاخصائي الاجتماعي. وعندنا خدمة المحامي كمان لياخذوا استشارات قانونية. وكمان عندنا صيدلية متوفرة بالمركز، أي دواء ينوصف للمستفيد يتم توفيره من عندنا بالمركز. هاي هي إجمالا الخدمات اللي نحن بنقدمها. وطبعا أحيانا كتير عم نحول المستفيد من الجلسات الفردية للجلسات الجماعية. كمان إنه يمكن يكونوا بيعانوا من نفس المشكلة، بيستفيدوا من خبرات بعد كيف بيعزز ثقتهم بنفسهم أكثر. طبعا هذا بالنسبة للعلاج الفردي. غير هيك عنا مشروع هو مشروع صوتي اللي بيتم تحت بند المرونة النفسية لمقاومة الصدمات. عم نستهدف الناس اللي مروا بتجربة الاعتقال أو اللي هن أهالي المفقودين. طبعا هالانتهاك اللي هن بيعيشوا حياتهم حياة صعبة كتير أو تعرضوا للتعذيب بشكل كتير كبير، كيف بدهم يساعدوا حالهم. هالورشة بيخضعوا لها كتير، بيتأقلموا كيف بيتأقلموا مع حالهم، كيف يهتموا بحالهم، كيف يهتموا بصحتهم. إضافة لهالشيء عنا بناء قدرات المؤسسات المحلية الموجودة بالمنطقة بإطار بناء الفريق مثلا، أو رعاية ذاتية لأنه بيعانوا من ضغط العمل أو احتراق وظيفي مثلا، أو كيف إنه كل مؤسسة إنه صاير بعد الأزمة السورية إنه كتير مؤسسات يعني وليدة الأزمة اللي هي طبعا إنه نركز كيف إنه يطوروا من قدرات الفريق عندهم. تماما. هاي هي بالمجمل خدماتنا بشكل مختصر. عن ظاهرة التنمر أستاذة نوروز، نتحدث عن هذه الظاهرة ووجوده بكثرة في مجتمعاتنا وضمن المدارس. أكيد هو هالظاهرة يعني حسب ما عم نلاحظ يعني بالمدارس بعد الأزمة أنه صار في اكتظاظ عدد كبير من الأطفال بالمدارس. الشعب وصلت عدد الصفوف، يعني إذا فينا نقول مدارس النظام ومدارس الإدارة الذاتية، مدارس النظام صار في العدد يمكن يوصل ل 60-70 طفل. فدائما التنمر بيصير بأماكن اللي يكون فيها هيك عدد كبير، يعني يمكن يصير بالمدارس، بالنوادي، بالشارع، الشوارع اللي هيك صاير فيها بنايات سكنية كتيرة، عدد الأطفال يتم تجمعهم بالشارع، بالأماكن العامة. فهالأماكن يعني يتم التنمر، يكون هناك تنمر، ولكن بالمدارس هو المكان الأكثر مكان اللي ينتشر فيه التنمر. طبعا التنمر هو فينا نقول هو أحد أشكال العنف، لأنه في فرق بين العنف والتنمر. التنمر هو أحد أشكال العنف اللي فينا نقول هو سلوك عدواني. سلوك عدواني غير مرغوب فيه، يعني بيمارسوا طفل أو ضد طفل آخر أو مجموعة من الأطفال ضد أطفال آخرين. هون في معايير لازم يتواجد لنقول إنه هذا هو التنمر. المعيار الأول اللي هو متعمد، هالطفل بيساوي تعمد أذية الطفل تماما، تعمد إنه بيأذي هالطفل. تاني شغلة اللي هو يتكرر هالسلوك، مو مرة ومرتين، يعني يتكرر عدة مرات، وفي اختلال تواتر الحالات العنف أو حالات التنمر تماما. وفي اختلال التوازن، يعني أحيانا كتير في أطفال يمكن هن وجودهم بالمدرسة مالهم، هالأطفال اللي عندهم وجود كتير يمكن عندهم خجل اجتماعي، يمكن ما كتير هيك يقدروا يدافعوا عن حالهم، ما عندهم هالثقة بالنفس القوية. فهون هالاختلال بالتوازن بيخلي يتم التنمر عليهم بشكل أكبر. نعم. متابعينا، خلونا نسمع لهالتقرير أو عذرا للاستطلاع يلي أجروه زملائنا مع الأهالي حول ظاهرة التنمر. خلونا نسمع آراء الأهالي حول هذه الظاهرة وبنرجع مع ضيوفنا.
ظاهرة التنمر الدراسي كثرت كتير بالفترة الأخيرة بمناطقنا. الصراحة لازم يتم البحث عن الحلول لهالظاهرة الخطيرة. هالظاهرة بتأثر كتير على نفسية وصحة الطالب بالمدرسة. لهيك لازم يكون في مراقبة من قبل الأهل والمدرسين لحتى يتم حماية هالطفل من التنمر. التنمر ظاهرة شائعة بين الأطفال المدارس، حيث الاختلافات الشخصية والمظهر الجسدي أكثر الأسباب شيوعا لتعرض الطفل للتنمر، غيرها مثل المضايقات اللفظية، الألقاب الغير اللائقة والسخرية والكثير من الأشياء المتعلقة بهذه الظاهرة. يمكن أنه الظاهرة تترك آثار على الصحة العقلية للطفل والنفسية، بالتالي يأثر على مدى تحصيله الدراسي وسلوكه مع الآخرين وسلوكه في المنزل. أحيانا يمكن يترك مقاعد الدراسة ويكره وينفر من الدراسة. قد يمتد هذه الآثار لمرحلة الشباب، بيأثر على مستقبله ويفقد ثقته بنفسه وينعزل عن المجتمع. لذلك المدرسة والبيت بيلعبوا دور كبير بتعليم الطفل وخلق بيئة آمنة له، بيعلموا الاحترام وتقبل الآخر والاندماج مع الآخرين. التنمر موضوع مهم جدا، هو من أخطر المشكلات في المجتمعات، وخاصة التنمر الذي يحدث في المدارس، فهي تؤدي إلى مشاكل كبيرة لمستقبل أطفالنا، وتؤدي إلى أمراض نفسية وإلى ظهور العنف بين الطلاب. فيجب أن نعلم أطفالنا في المدارس وفي البيوت أيضا أن أخلاق الشخص أهم من شكله، فكلنا قد خلقنا الله وكلنا مختلفون، فلكل إنسان منا حريته وهواياته، أفكاره وعواطفه الخاصة، فلا يجب التنمر عليه. التنمر المدرسي ازداد في فترة الأخيرة في المدارس بشكل عام، تهدد سلامة الطالب وعلى نفسيته أيضا، سواء كان جسدي أو كلامي. يتعرض الطفل من قبل زملائه ويؤثر على نفسيته بشكل عام. التنمر بالمدارس كتير زادت آخر فترة، في طلاب عم يتعرضوا للتنمر بالمدرسة، وهذا الشيء بيأثر على الطفل، فبيصير يا أما ما عاد يروح على المدرسة أو بيمرض أو بيخاف، وللأسف ما في رقابة. لازم يكون في متابعة أكثر لهذا الشيء من المدرسة ومن الأهالي كمان. مشكلة التنمر مشكلة كتير كبيرة، سواء تواجه الدول النامية ولا الدول المتطورة اللي هي الدول المتقدمة. ما رح تلاقي أي دولة أو أي مدرسة كانت ما فيها تنمر على طفل أو طفلين، يعني كل مدرسة تقريبا طفل أو طفلين عم يواجهوا التنمر. هيك لازم يكون في وعي اجتماعي أكثر، سواء من ناحية الأهالي، إنه توعية الأهالي على موضوع التنمر، أو إنه توعية المعلمين وتدريبهم كمان على إنه كيف يتصرفوا بحالة التنمر. يعني نحن أغلب معلمينا بالمدارس بيشوفوا التنمر وبيسكروا عيونهم عنه، إنه أخدينه كموضوع عادي، إنه مزح بين الزملاء أو بين الأولاد بالصف. لا، هذا ما مزح، هذا له مضار نفسية، سواء بيخلي الطفل يكتئب، ينعزل، يبطل يحب الدراسة، بيبطل يحب المدرسة، بيبطل حتى يجي على المدرسة. كمان لازم يكون في حلقات توعية للأهالي، سواء إنه كانت من المدرسة أو من غير المدرسة، على كمان موضوع التنمر، وعلى كيف يعرفوا إذا طفلهم عم يتعرض للتنمر أو لا، أو كمان يعرفوا إذا طفلهم متنمر أو لا، لحتى بالحالتين يقدروا يحلوا المشكلة. من الجديد يسعد مساكم متابعينا. بنكمل مع الضيوف الكرام الموجودات في الاستوديو. أستاذة نجلاء، ما هي أنواع وطرق التنمر ضد الأطفال في المدارس برأيك؟ طبعا أيضا هناك طرق عدة وكثيرة، ومنها البدني واللفظي والاجتماعي والإلكتروني. البدني مثلا كطالب يركل صديقه، الضرب، أو بيحاول أنه يجمع الأغراض ويمزقها. نعم. بس أنه يفرغ نعم. وهذا الشيء سهل الاكتشاف، واحد بيشوف بعينه. نعم. يعني وكمان في لفظي، مثلا واحد يلفظ أو يسخ مثل سخرية أو شتم، أو
ألفاظ نابية. نعم. واجتماعي مثلا هناك أيضا مثلا إطلاق إشاعة عن التلميذ أو نعم، وأيضا محاولة تقليل مكانته الاجتماعية، هيك بيحاول إنه بس يغيظ الطفل الآخر. نعم. من خلال إبعاد هذا الطفل عن أقرانه يتم هذا الأمر. نعم. نعم. وأيضا نفسي من خلال أنه مثلا نظرات سيئة مثلا أو تلاعب ويستفزوا مثلا. أيضا الإلكتروني طبعا هذا السبب كتير منتشر حديثه أيضا. حديث. نعم. طبعا يستخدم خلال الانترنت أو الهاتف من خلال نشر بعض الصور المؤذية وخاصة المراهقين. هذا الشيء بيأثر على. نعم. برأيك أستاذة نجلاء، نسبة التنمر في المراكز التعليمية الخاصة والعامة، أي المراكز نسبة التنمر فيها أكبر أو أعلى؟ طبعا يقارن الناس بين نظام التعليم في المدارس العامة والخاصة، لكن الفرق أقول غير قابل للمقارنة. فالمدارس الخاصة تهتم يمكن بالتعليم أكثر، فنسبة التنمر يكون أقل في المدارس الخاصة. ترين بأنه بالمدارس الخاصة يكون نسب التنمر أقل. إذن بالمدارس العامة ترين أنها نسب تكون أكثر. أعلى. نعم. ربما عدد الطلاب أو السبب عدد الطلاب، ازدياد عدد الطلاب في الصف الواحد. نعم، ازدياد عدد الطلاب في الصف الواحد هو سبب أساسي برأيك في المدارس العامة؟ أحد الأسباب. أستاذة لورين، ظاهرة التنمر ظاهرة مخيفة ضد الأطفال، تؤدي أحيانا لأمراض مزمنة، أحيانا تؤدي للانتحار. برأيك كيف يمكن العمل للحد أو التقليل من هذه الظاهرة؟ بالبداية نمنح الطفل الأمان والراحة، نزرع ثقته بنفسه، نزرع ثقة الطفل بنفسه، نتقرب من الطفل، أن نكون أصدقاء مع الطفل، نستخدم أسلوب الحوار والمناقشة مع الطفل، نثقف الطفل، نوعيه حول موضوع التنمر، إنه شو هو التنمر، شو هو أسبابه، شو هو نتائجه على الطفل، على المجتمع. مثلا نقرأ له قصص، نعرض له فيديو، كمان نشرك الطفل في أنشطة دعم نفسي وأنشطة ترفيهية حركية مشان يفرغ طاقاته السلبية. أنشطة حركية مثلا كرة القدم، السباحة، الكاراتيه، إنه عن طريق هالأنشطة هو رح يفرغ طاقاته السلبية. يعني بتشوفي التوعية تبدأ من عند الأهل. توعية الأهل بداية بمسألة التنمر، ما هو ظاهرة التنمر وما الأسباب، وكيف يمكن للأهل أن يفرقوا بين أن هذا طفلهم يتم التنمر عليه وهو ضحية تنمر، وأيضا من خلال أنشطة تفريغية للأطفال. نعم بالضبط، أنه الأول شيء نوعي الأهل وإنه شو هي الإجراءات اللي لازم يتبعوها مع أطفالهم مشان يخففوا من هذه الظاهرة، ونوعين على موضوع التنمر ونوضح لهم إنه شو هي النتائج المستقبلية للتنمر. إذا اطلعوا الأهل على هالموضوع فهن بقى بدورهم رح يبلشوا من عندهم يسخفوا الطفل، إنه يكونوا أصدقاء للطفل، يكون باب الحوار مفتوح، يسجلون بأندية رياضية، يتابعوا الطفل، يعززوا ثقته بنفسه. يعني إنه هي الإجراءات اللي تبعوها الأهل مع الأطفال. نعم. برأيك أيضا أستاذة لورين، لو نتحدث حسب معلوماتكم عن نسبة وجود هذه الظاهرة في المدارس العامة أولا والخاصة ثانيا؟ أنا بأيد زميلتي نجلاء إنه نسبة هي غير قابلة للمقياس. المدارس الخاصة يكون فيها عدد الطلاب بالصف محدود. بالمدارس العامة العدد غير محدود بالصف. نعم. بالمدارس الخاصة ممكن يكون في متابعة بين الإدارة المدرسة والأهل. مثلا إذا يغيب الطالب يوم تتواصل الإدارة مع أهل الطالب. نعم. أما بالمدارس العامة ما فيها الاهتمام، إنه غاب الطالب يوم يومين 3 أيام، إذا كان أسبوع يجيبوا تقرير طبي. إنه نسبة بالمدارس العامة هي أكثر بالمدارس الخاصة. ترين بأن أحد أسباب أنه التنمر بالمدارس الخاصة أقل هي مسألة متابعة الإدارة للطفل الذي يغيب عن المركز
هذا الشيء يفتقده المراكز العامة أو المدارس العامة برأيك؟ هلا كحسب تجربتي أنا كنت مدرسة بمدرسة خاصة. نعم. كنت باليوم اللي يغيب الطالب لازم أتواصل مع الأهل. بس هالشي ما كان موجود، يعني بتذكر من لما كنا صغار لحتى كبرنا بالمدارس العامة. يعني إذا صار تغيب لمدة أسبوع ممكن يتواصلوا. بتذكر كانوا يطلبوا تقرير طبي في حال صار طول الغياب، مثلا فصلي كان أو شهري. ممكن يطلبوا تقرير طبي. كمان قلنا عدد الأطفال، ممكن أسلوب المعلم، يعني يؤثر. كل هذا الشيء مرتبط بعد. ما ننسى دور الأهل. دور الأهل أساسي. دور الأهل هذا الأساسي، يعني إنه متابعة أطفالهم. نعم. أستاذة نيروز، برأيك أنت أيضا ما هي أهم الأسباب لهذه الظاهرة؟ تمام. هلا اذا رجعنا للاسباب، يعني فينا انه الشخص لما يتنمر، طفل يتنمر على طفل اخر، فينا نرجع للبيئه اللي هو بيعيش فيه. يا ترى كيف الاسره اللي بيعيش فيها، كيف علاقه الوالدين مع بعض، يعني هل الاسره هل علاقه الوالدين هي علاقه منيحه؟ هل الاسره هي سليمه مثلا، او هي اسره مفككه ومتشتته؟ طبعا هل في مشاكل اسريه، هل في عياط، في صراخ، في ما في احترام وتقدير للاخر؟ هالشيء إذا كان موجود الطفل بيكتسبه من الأهل. لما بيكتسب من الأهل طبعا هون بيبلش يتعلم تنمر لفظي وجسدي وبكل أشكال اللي حكوا الأنسات. إنه صار في يمكن يخربوا أسماء رفقاتهم، ينادون بألقاب منيحة، يمكن بوصف قصير طويل أسود أبيض، تماما نعت بكافة الأشكال. طبعا هون قلنا الأسرة اللي وهي بيعيش فيها هذا سبب فينا نقول. تاني سبب فينا نقول إنه الطفل طبعا لما هالسبب موجود انه ما بيحس بالامان النفسي والعاطفي. غير هيك انه فينا نقول التفاوت الطبقي، يعني اذا هو بيعيش باسره فقيره يمكن يشوف بالمدرسه اطفال وضعهم الاقتصادي منيح مثلا. العامل الاقتصادي تمام، العامل الاقتصادي كمان سبب رئيسي كمان، انه اطفال يتنمروا على اطفال، او الطفل يحس ما يحس بالثقه بالنفس، فدائما يكون هيك منطوي على حاله. فبيعطي مجال اكثر للأقران والآخرين يتنمروا عليه. كمان فينا نقول إنه في أسباب متعلقة إنه هو كيف مثلا عنده غيرة، عنده حقد، عنده عصبية، كل هاي كمان بيكتسبها. والتربية ما بس تكون من الأهل، يمكن الطفل ياخده من الشارع، يمكن يكتسب هالشغلات هو من المدرسة، لأنه قلنا تماما، لأنه قلنا هو التنمر أحيانا مجموعة أطفال على طفل آخر. بيكون هو يمكن يمشي مع المجموعة اللي هو بيكون معها بالمدرسة. طفل طفلين ثلاثة بيتنمروا على تاني، فهو بيقلدون، فبيصير عنده هو كمان بيكرر هالشي بشكل كتير كبير. نعم. برأيك كيف ستتم معالجة هذه الآفة الخطيرة أستاذة نيروز؟ ظاهرة التنمر ما فينا بين يوم وليلة وبهيك بجمل بسيطة بدنا انه نحد منها. هون لازم في كتير جهود تتكاتف تتساعد لنقدر نخف هالشي. بداية إذا بلشنا من الأهل بدهم هيك لازم يكون تربية منيحة اللي هن قدوة لأطفالهم. هاي شغلة. تاني شغلة، إذا الطفل تعرض للتنمر مشان هو ما يصير هو كمان ضحية، يصير هو كمان يتنمر على حدا تاني، لأنه هو كمان اكتسب هالشي. فدائما إنه دور الأهل يكون هون دور المصغي لأطفالهم. أحيانا كتير الأهل غايبين وعيهم كتير عن هالجانب. يمكن أطفالهم يجوا يقولوا حدا خرب اسمنا، أو خربوا أغراضنا، أو أخذوا شناطينا، أو سبونا مثلا، أو ضربونا، ركلونا، بكل أشكال العنف. يمكن الأهل ما بيعطوا أهمية وقيمة لحكي أطفالهم. فهون هالطفل يوم عن يوم بيتراجع وضعه النفسي، يتأزم. فهون دور الأهل كتير مهم، إنه يصغوا لأطفالهم، يستمعوا لهم مثلا. لأنه الأهل إذا أطفال خبرون ما فينهم فورا يغيروا كل شيء، لأنه هالشي بيجي دور المدرسة، بيجي دور المسؤولين بالمنطقة، دور التربية. كل هالجهود تتكاتف، حتى دور مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات المحلية، المنظمات المحلية اللي تشتغل مع حقوق الطفل. كل هدول يتكاتفوا ليقدروا يتساعدوا. بس أنا بلشت من دور الأهل اللي هو دور أساسي ليقدر الطفل يحس بالأمان. تكاتف المدرسة مع الأسرة، مع منظمات المجتمع المدني، مع السلطات المحلية، والإجراءات التي تساعد في الحد من هذه الظاهرة
متابعينا خلونا نطلع على فاصل وبنرجع لكم. من جديد يسعد مساكم متابعينا. بنكمل أسئلتنا مع ضيفاتنا الجميلات أستاذة نجلاء. هل برأيك الفارق الطبقي أو الاقتصادي هما عاملان رئيسيان أو أسباب رئيسية للتنمر؟ لو تتحدثي لنا وإن وجدت بعض الحوادث يعني رأيتها عن هذه النقاط، تفضلي. أكيد الفارق الطبقي يعني بمجتمعاتنا يعني في هيك حالات. ربما الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقة الغنية بيصير يتعالوا على أصدقائهم مثلا، أو يستهزئوا من مثلا من أغراضهم أو يعني صارت معك حالات، تحدثت معك حالات كان العامل الاقتصادي هو سبب رئيسي للتنمر؟ نعم، يعني في الطلاب اللي من الأسرة الفقيرة مثلا يكون مثلا ما بيتعرضوا لتنمر من طلاب ذو أسر غنية، يعني من أسر غنية مثلا يستهزئوا من أغراضهم أو مثلا ما يغيروا ثيابهم مثلا. حدثت هكذا حالات في المدارس التي نعم، في المدارس حتى في عندي حادثة جرت معنا. إنه في طالبة هي من أسرة فقيرة وفي طالبة أخرى حالته الاجتماعية منيحة أو الاقتصادية منيحة. الطالبة الفقيرة مثلا جابت علامة أكثر منهم بالامتحانات وهيك هي يعني ما تقبلت هالشيء. الطالبة من الأسرة الغنية، من الأسرة الغنية ما تقبلت هالشيء، وعم تقول إنه معقول هاي الطالبة الفقيرة جابت علامة أكثر منها، تنمرت على الطالبة المتفوقة من الأسرة. بتشوف حالها يعني حتى بهالمجال ما تقبل إنه كيف كان تعاملك مع الموقف أستاذة نجلاء؟ كيف تعاملت؟ طبعا حاولت انه اتقرب من الطالبتين وحاول افهم منهم يعني، وبحاول انه ازيل هالفارق هذا، ونحن انه مثلا اخوات ومثل بعض بالمدرسه ولا يجب التنمر. لا يجب التنمر، وهذا شيء ما منه منيح، بيأثر على الطرفين طبعا.
نعم، تحدثت الآن عن فارق، وهو العامل الاقتصادي قد يكون سبب رئيسي للتنمر. عندما تحدثت الآن عن حادثة طفلة من عائلة غنية تتنمر على طفلة من عائلة بين قوسين فقيرة، وهذه الطفلة تفوقت. العامل الطبقي أستاذة نجلاء، هل هناك أيضا يكون هذا العامل سبب رئيسي من عرق آخر أو من جنس آخر أو من مكون آخر قد يكون هو سبب رئيسي؟ هو أكيد في كمان في مثل هيك حالات، لأنه مجتمعنا يعني فيه كتير مكونات، وفي عرق وفي أديان أخرى كمان. مثلا أحيانا بتذكر في حوادث مرت معنا إنه مثلا الديانة اليزيدية مثلا قبل ما كانوا يتقبلوا إنه هاي الديانة اليزيدية ما لازم تقعدوا جنبها وهيك، يعني كان يكون حالات على أساس الفارق الطبقي. أساس. برأيك بين الذكور والإناث أستاذة نجلاء، هما الأكثر نسبة الذين يتعرضون للتنمر، الذكور أم الإناث؟ والله على الرغم من العنف والتسلط في المدرسة على الذكور والإناث، ولكن أقول التنمر الجسدي أكثر عند الذكور، وأما النفسي فأكثر عند الإناث. التنمر الجسدي أكثر عند الذكور، يتنمرون جسديا على أقرانهم وعند الإناث لفظي. نعم. أستاذة لورين، بنسأل حضرتك، هل لديكم معلومات عن وجود أخصائيين نفسيين في المدارس العامة والخاصة؟ وما هي أهمية وجود هذه الاختصاصات في المدارس برأيك؟ بالوقت الراهن المرشدين النفسيين موجودين ليسوا موجودين بالمدارس الإدارة الذاتية العامة. لا يتوفر. لكن موجودين بالمدارس الخاصة، مدارس الحكومية. لكن موجودين بالمدارس الحكومية لكن لا يقومون بدورهم بالشكل المطلوب، المنوط لهم بالحد المطلوب يعني. بالتالي وجود أخصائيين نفسيين بالوقت الحالي ضروري ومهم جدا أنه يكونوا متواجدين بالمدارس بسبب الظروف الصعبة، الحروب، الأزمات، الوضع الغير مستقر اللي يعيشه الطالب، اللي يعيشه الأهل، اللي يعيشه كل فئات المجتمع. يعني كل شخص من المجتمع لابد أنه عم يمر بظروف صعبة. ممكن يكون الوضع الاقتصادي، ممكن يكون فقدان الوالدين، ممكن أن يكون الطفل عم يتعرض للعنف الأسري أو الإهمال، كل هذا. لذلك وجود أخصائيين في المدارس مهم جدا. ليش؟ مشان لأنه هالظروف يلي حكينا عنها كلها رح تأثر على الطالب. فإذا كان موجود أخصائي رح يلجأ هذا الطفل أو الطالب للأخصائي، يلجأ له في حال حس حاله أنه هو متضايق، حس حاله أنه حابب يفرغ من طاقاته، حابب أنه حدا يسمعه، حدا يكون موجود ليسمعه، ليعطيه إرشادات، ليعطيه توجيهات. فوجود الأخصائي مهم جدا بالوقت الحالي بسبب الظروف يعني. نعم، بسبب الظروف يتطلب وجود أخصائيين أكثر، وخاصة بالمدارس بسبب زيادة حالات التنمر. أحد أسباب الأزمة التي يمر بها المنطقة. بالضبط. نعلم، تحدثتي عن الحروب أستاذة لورين، نعلم بأن الأزمة السورية ووجود عمليات عسكرية في مناطق عدة في سوريا قد ساهمت بخروج حالات سلبية ضمن المجتمع السوري. برأيك كيف ستتم معالجة هذه الظواهر، ومنها الخطيرة ومنها التنمر تحديدا؟ طبعا بسبب الظروف اللي نعيشها والوضع الأمني والعسكري اللي يمر فيه البلد، انتشرت ظواهر عديدة كتيرة. كل هذه الظواهر أدت إلى التنمر. من هذه الظواهر فينا نحكي عن النزوح. نزوح فئات مختلفة من مجتمعات عديدة إلى المنطقة. مجتمع المضيف، مجتمع أدى نزوح فئات مختلفة من مناطق أخرى إلى المجتمع المضيف، مما أدى إلى تنمر المجتمع المضيف على النازحين. نعم. نعالج هذه الظاهرة مثلا كيف؟ أنه نعالج دمج النازحين، مشاركتهم مع أبناء المجتمع ضمن أمسيات، ضمن برامج ترفيهية، جلسات حوارية، مشان شو؟ مشان يتقربوا من بعض، ليتعرفوا على بعض، لا يعرفوا أنه مين هن، من وين جايين، ليش جايين. كمان توفير فرص عمل لهم، وكمان دمج أطفالهم، مو بس دمج الأهالي.
دمج الأطفال النازحين مع الأطفال أبناء المجتمع، وقيام جلسات توعية لهم حول موضوع التنمر وآثاره المستقبلية عليهم يعني. كمان من هذه الظواهر اللي تسبب التنمر هي التسرب المدرسي. للحد من هذه الظاهرة فينا نكثف الرقابة على المدارس، خاصة المدارس العامة، أن يكون هناك تواصل مستمر بين إدارة المدرسة وبين أولياء الأمور ليكونوا مطلعين أكثر على وضع الطفل. كمان القيام المدرسة باجتماعات دورية للأهالي، مثل اجتماعات شهرية. فينا نكمل؟ أكيد، تفضلي. شكرا. كمان التشرد والتسول وعمالة الأطفال. نعم. كمان تساهم في في انتشار ظاهرة التنمر. نعم. أيضا على الحكومة وضع الحد من هذه الظاهرة. على الحكومة إنه تغريم كل شخص يقوم بتشغيل طفل أقل من 18 سنة. لأنه الطفل الأقل من 18 سنة وارد جدا أنه يتعرض للتنمر. نعم. يتعرض للإساءة. أيضا التفكك الأسري من أسباب التنمر، طلاق الوالدين، فقدان الوالدين. كل هذه الظواهر اللي حكينا عنها كلياتها بالوقت الحالي بالأزمة الحالية تساهم في انتشار ظاهرة التنمر. وكل شخص من عنده يبلش الحكومة، الأسرة، المدرسة، لنضع خطة للحد من هذه الظاهرة. نعم، تحدثتي عن نقاط عديدة أستاذة لورين، النزوح وتنمر المجتمع المضيف للنازحين. يجب العمل على الجانبين، العمل على مساعدة العائلات النازحة، لأنهم هم أساسا بحاجة لدعم نفسي بالضبط. واقتصادي، والمجتمع المضيف بحاجة لتوعية حول ظاهرة التنمر. وتحدثت عن نقاط عدة حول الظواهر الخطيرة التي تكون ناتجة عن الأزمة السورية وجود عمليات عسكرية وحالة الأزمة التي نعيشها أو نشهدها في سوريا، منها التسول، التسرب، عمالة الأطفال، قد تشترك جميعها في بعض الآليات التعامل وحل المشكلة. ورأيت بأنه يتطلب أن يكون هناك تكاتف من كل الأطراف لحل هذه المشاكل، من هذه الظاهرة. ترين بأنها كلها عوامل أساسية للتنمر، التسول، التسرب. يعني كل عوامل أساسية بالنتيجة تؤدي أيضا للتنمر، كلها تؤدي للتنمر. نعم. كلها بحاجة إلى العلاج، يعني العلاج والتدخل الفوري السريع يعني. أستاذة نيروز، بنسأل حضرتك، تحدثنا عن نقاط عدة عن الأسباب وكيف تتم معالجة هذه الآفة الخطيرة. برأيك مدى خطورة التنمر على الأطفال؟ أكيد بالتأكيد له تداعيات كتير كبيرة على الأطفال. نعم. منه أنه الطفل يفقد ثقته بنفسه. نعم. ما عاد يحترم ذاته، ما عاد له تقدير للذات. هذا أول شيء. ثاني شيء يمكن يصير عند الطفل هيك أعراض فينا نقول جسدية، اللي هي تمثل بالصداع، بآلام المعدة، اضطرابات بالأكل، اضطرابات بالنوم. هالشيء رح يكون هو نتيجة تنمر. إضافة لهالشيء يخلق عنده آثار نفسية، اللي فينا نقول قلق، توتر، خوف. خاصة أحد أشكال التنمر اللي هو التهديد، هو الإجبار مثلا. نعم. بيخلي إنه دائما الطفل في حالة خوف، قلق، توتر. وهالشيء خاصة إذا الطفل ما في هالعلاقة المنيحة بينه وبين الوالدين. نعم. إنه يجي يحكي لأهله، فهون وضعه النفسي راح يتأزم أكثر وأكثر. إضافة لهالشيء يمكن يكون عند الطفل يوصل لحالات الاكتئاب. ومدى خطورته كمان يوصل لأفكار انتحارية. عندنا حالات تتوافد عنا على المركز بجيان. طبعا هالأشخاص عندهم اضطرابات نفسية. إضافة لهالشيء يوصلوا لحالة الاكتئاب الشديد. يعني أطفال تحت 18 سنة. هو السبب الأساسي كان بلش من التنمر، اللي هو نعت بألقاب مو منيحة، مو بس من المدرسة للأسف، حتى من الأهل. حتى من الأهل وبشكل متكرر. والأهل ما لهم داعمين أبدا. وصل لدرجة هلا الطفل هو بحالة انعدام طاقة، مزاجه منخفض، صاير انسحابي، ما يزاول الأنشطة الاجتماعية، الأنشطة العائلية إذا في جمعات يعني. فكل هالأمور أثر يعني. مع الوقت بيصير الطفل بيعاني من الوحدة والانطوائية بشكل كتير كبير، ووصل لدرجة الاكتئاب. حتى عنا بتتوافد على المركز حالات ذوي قدرات خاصة أو احتياجات خاصة، فينا نقول
حتى أنه أحيانا لما يتم التنمر على شكله مثلا أو إعاقة الموجودة عنده، صار عنده الأفكار انتحارية. ليش أنا هيك؟ ما عاد يتقبل جسمه، ما عاد يتقبل ذاته، ما عاد يتقبل ليش أنا هيك، ليش أنا هيك، فيني على هالنقص مثلا. فصار إنه يا ريتني ماني موجود، لشو أنا موجود بهالحياة؟ يعني بتجي أفكار انتحارية بما يخص اليأس من الحياة وهالأمور. وعن جد هالتداعيات خطيرة كتير كبيرة، يعني إنه خاصة عم نشوف إحصائيات ودراسات إنه كتير مراهقين مثلا حاولوا الانتحار وانتحروا، يمكن كان سبب أساسي اللي هو التنمر. نعم، برأيك الذكور أم الإناث هم أكثر العرضة تأثيرا بالتنمر؟ حقيقة لا يوجد لدي إحصائية دقيقة أو حتى على مستوى روجافا أنه ما عم شوف في دراسات، يعني ما في متابعة لهالظاهرة بشكل يعني فينا نقول جدي، ولو هيك ينطرح أحيانا بحملات صغيرة مثلا أو من خلال الإعلام، ولكن اللي يتأثر أكثر يمكن هن الإناث، لأنه الإناث بشكل عام بمجتمعاتنا هن يتعرضوا للعنف. للعنف اللي قلنا التنمر هو شكل من أشكال، هو أحد أشكال العنف. هن يتعرض للعنف لأنه مجتمع يعني فيه هنا عادات وتقاليد وعرف اجتماعي لسه مبني على الفكر الذكوري. هالشي موجود، يعني بدنا هيك سنين كتيرة لنقدر نغير هالشي. إنه التغير الاجتماعي هو بطيء جدا، يعني بده وقت. فأنا بشوف إنه حسب رأيي إنه حسب اللي عم يتوافدوا عنا على المركز والحالات اللي بنشوفهم بجلسات جماعية، إنه الإناث هن أكثر تأثرا بتنمر الأشخاص الآخرين أو الأطفال الآخرين عليهم. نعم، خلونا نطلع لفاصل وبنرجع لكم. مجددا أهلا بكم متابعينا. بنكمل أسئلتنا وحوارنا ونقاشنا حول ظاهرة التنمر مع ضيفاتي العزيزات. أستاذة نجلاء، بنتابع معك، ما هو دور المعلم في الحد أو التقليل من هذه الظاهرة برأيك ضمن الصف أو في المدرسة عموما؟ دكتور، هون أقول في عدة نقاط في هذا المجال. أولهم أنه متابعة أحوال الطلاب ومحاولة معرفة ظروفهم الاجتماعية، هاي أولا. بعدين كمان إعطاء دورات تثقيفية عن ظاهرة التمرد وكيفية التخلص منها. كمان تحفيز روح المحبة والتعاون بين التلاميذ، كمان هاي بحد من هذه الظاهرة. أيضا وضع قوانين صارمة من قبل المدرسة، كأنه مثلا عقاب أو قوانين يحد من هذه الظاهرة. وأيضا حماية كل طالب من المدرسة، حمايته. كمان أقول لا يقتصر دور المعلم هنا على تهدئة الطفل، بالعكس أن يشجع الطالب أو الطفل كيف يدافع عن نفسه ويحمي نفسه من هذه الظاهرة. تثقيفه. نعم. ترين بأن للمعلم الكثير من الأدوار للحد أو التقليل من هذه الظاهرة. تحدثتي عن أنه يجب متابعة هذا الطفل، متابعة أحواله، ظروفه،
أيضا تحدثتي عن الحاجة لدورات تثقيفية، دورات تثقيفية للطلاب ودورات تثقيفية للأهل أيضا. نعم للأهل. وأيضا تعزيز روح التعاون، ومن ضمن الآراء الرأي التي قلتيه أن يكون هناك قوانين مدرسية، يعني القصد أن يكون هناك لائحة يتم وضع نقاط محددة تساهم تلك النقاط في الحد من التنمر، سلوكيات يجب اتباعها ضمن تلك القوانين. يعني مثلا مثل ما قلت، يعني مثل وضع عقاب للطفل الذي يتنمر. أيوة. اللي يتنمر. نعم. يتنمر. نعم. أستاذة نجلاء، أسألك أيضا، هل لديكم في المدارس العامة مدرسين رسميين من اختصاص استشاريين نفسيين أو من اختصاصات أخرى تهتم بعدة ظواهر سلبية ومنها التنمر؟ هو نحن في مدارس إدارة ذاتية طبعا باعتباري كادر من كوادر المدارس الإدارة. نعم. هناك مشروع قيد الدراسة يعني في هذا المجال، لكن حاليا في مدارس الإعدادية والثانوية في مثل ما أقول خسر أو عنصر. إذا كان مدرسة بنات مثلا عنصر نسائي، وعنصر مدرسة الشباب عنصر ثانوية بنات أو ثانوية شباب. نعم. عنصر مختص أنه تقف على مثل هذه الأمور. هذا العنصر يكون مختص بالمجال النفسي؟ يعني بنحاول أنه قدر الإمكان. حاليا ما في عنا صراحة، ما في عنا هاي لهالدرجة، بس إنه عم نختص، إنه عم نختص مدرس يهتم بهذا الخصوص أو يقف على هذه الظاهرة. نعم. أستاذة لورين، لو نتحدث عن برامج المنظمات المدنية والمجتمعية العاملة في مناطقنا، هل لديكم برامج خاصة للحد أو التقليل من انتشار ظاهرة التنمر، وما هي الأدوات؟ نحن كمركز سمارت موجودين عدة أقسام بقسم الحماية. نحن كقسم حماية الطفل كل فترة نقوم باستهداف الأطفال من كافة فئات المجتمع، من كافة الأطياف، من كافة الأعمار. نستهدف الأطفال، نقوم بجلسات توعية حول موضوع التنمر. الأدوات اللي نستخدمها ممكن نعرض لهم فيديو، نعرض مسرحية، نعرض لهم قصص. عن طريق هذه الأدوات نوصل للطفل فكرة التنمر، آثاره. أيضا عندنا قسم تمكين المرأة. بين كل فترة وفترة يقوموا بجلسات للأمهات والنساء، كمان يوعون على فكرة التنمر ويعطون الإرشادات اللازمة مشان كيف يتعاملوا مع أطفالهم سواء تعرضوا للتنمر، وكيف إنه هن من عندهم يبلشوا يحطوا حد لهاي الظاهرة. يعني عندنا جلسات للأمهات وجلسات للأطفال للحد من هذه الظاهرة، ولنشر الوعي، نشر الوعي عن هذه الظاهرة. نعم. تحدثتي عن الرسم، الموسيقى، هل ما زال هناك حصص ترفيهية، رسم، موسيقى ورياضة ضمن المدارس العامة والخاصة برأيك، والتي ربما تساهم في التخفيف من حدة ظاهرة التنمر؟ هناك حصص ما فينا ننكر هذا الشيء، لكنها لا تعطي حقها، لا تعطى حقها كالسابق، لا يعطى لها الاهتمام الكافي. يعني فينا نقول على أيامنا كان في الرواد، كان في معارض فنية عن الأشغال اليدوية، كان في سوبر معلومات، كان في سباقات أندية. بالوقت الحالي ما في يعني ما بيعطوها الاهتمام. كان في رواد مرات بيروحوا بين المحافظات ولا يطلعوا على الشام ياخذوا جوائز. بالوقت الحالي ما في، بظن ما في. يعني الأطفال اللي ما يلاقوا دعم اجتماعي، ما بيلاقوا مكان ليفرغوا طاقاتهم، وسيلة ليعبوا وقت فراغ، هن يظهر عندهم مستوى أعلى للتنمر.
مقارنة بالأطفال يلي عندهم دعم اجتماعي، مقارنة بالأطفال يلي عندهم وقت يلعبوا فراغهم، مثلا وقت لا يروحوا يلعبوا رياضة، يسجلوا بكرة القدم، يسجلوا بنادي كاراتيه. يعني الأطفال يلي عندهم الدعم الاجتماعي الكافي أقل نسبة لعرضة للتنمر من الأطفال اللي ما عندهم دعم اجتماعي كافي. نعم، الأطفال الذين لا يتلقون الترفيه الكافي أو لا يجدون المساحة الكافية للتفريغ هم أكثر الأشخاص الذين أو الأطفال الذين قد يكونوا متنمرين وعدوانيين على أقرانهم. بالضبط. أستاذة نيروز، هنا أود أن أسألك عن نقطة سألت الأستاذة نجلاء أيضا، الفارق الطبقي والاقتصادي. هذه النقطة من وجهة نظرك هل هما عاملان رئيسيان للتنمر؟ فينا نقول هو هن أحد العوامل، خاصة أنه التمايز الطبقي فينا نقول أنه مو بس فقير وغني، ابن مسؤول، ابن عامل عادي فينا نقول، أو موظف عادي يعيش في أحياء فقيرة أو أحياء غنية. كل هالأمور بتلعب دور أنه لأنه هالأطفال اللي عندهم يمكن نقص بهالأمور، هالموارد مثلا، أو أنه دايما يحس عنده ثقته بنفسه قليلة تماما. فهون كيف بيحس فيزيولوجيته، كيف بتكون إحساسه، كيف بتكون دائما رح يكون هيك يمكن منكمش على حاله، وخاصة إذا الأسرة ما بتلعب دور كتير كبير بأنه مثلا يعزوا ثقته بنفسه، ولو أنت فقير مثلا، ولو أنت ولكن في مقومات تانية عنا موجودة عنا. إذا الأهل ما عززوا هالشي عنده، فهالطفل رح يكون هيك دائما منطوي، خجل، ما بيقدر يدافع عن حاله، يكون هيك دائما يمكن يضل على طرف لحاله، ما يكون صداقات. فدائما رح يكون أكثر عرضة للتنمر من الأطفال الآخرين، لأنه خاصة إذا الآخرين مالهم بهالمستوى فينا نقول الآخذين تربية صحيحة أو ببيئة سليمة عايشين، فيمكن يتعرضوا للتنمر. لأنه أحد أسباب التنمر اللي هو يمكن اللي يتنمر على الثاني بيشوف حاله متكبر، انه هو افضل واحد يمكن بالمجموعه او بمدرسته او بالمحيط اللي او اللي يتواجد فيه. فهدول كلها بتلعب دور انه بيأثر. فهون احيانا الطفل اللي هو بيعيش بطبقه فينا نقول فقيره، يمكن هو احيانا يحس بالغيره، هالغيره اللي بتخلق عنده يمكن يوصل لدرجه انه يعصب على أقرانه، يعصب، يمكن يصير عدواني، يمكن فيتصرف هو كمان بيصير متنمر. يعني ممكن هذا الطفل أن يتحول من متنمر إلى متنمر تماما، يعني يتحول من طفل ضحية إلى طفل عدواني وهو يتنمر على الآخرين أيضا. نعم. برأيك للعلاج أستاذة نيروز، ما هي أهم المشاريع التي قد تساهم في الحد أو التقليل من انتشار هذه الظاهرة؟ تمام. هلا هو يعني بشكل عام المشاريع فينا نقول على عدة مستويات. نعم. اللي منهم مثلا وعي الأسرة، هذا كتير مهم من خلال الأهل ومن خلال علاقتهم مع المدرسة. يعني حكوا زملائي انه اجتماع اولياء الامور مثلا خلال مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني بيوعوا على الامهات والاهالي على هالجانب. بس نحن للاسف هون دائما نقول بنوعي الامهات على التنمر، ولكن انه ضمن اطار التربيه ومسؤوليه الوالدين هي مشتركه. يعني مو بس الأم هي اللي بتقوم بتربية الأطفال وهي اللي بتوعيهم، هي اللي بترشدهم. دور الأب كمان هو دور أساسي. يعني الأب والأم يمشوا مع بعض، يخطوا خطواتهم مع بعض، لأنه هالشي بيعطي أثر أكبر للطفل. لأنه أحيانا بنقول إذا في طلاق أو في أحد الوالدين متوفي فيتأثر الطفل بشكل كتير كبير. مشان هيك نركز على دور الوالدين يكون موجود. بعدين مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني دورة يكون ما بيقتصر على عدد صغير من الأطفال. ويمكن أحيانا عم شوف إنه في مؤسسات بتكرر هالأطفال إنه هن بس في عينة محددة بحارات محددة بيتم استهدافهم. وعم نلاحظ هالشي كوني إنه عم بيشتغل بهالإطار. فإنه
نوسع الحيز لأطراف على مستوى روج آبا بشكل عام، يعني ما بس نغطي حارات فقط، يعني إنه نوسع الدائرة بشكل كبير، يكون حملة توعية كتير كبيرة لعدد أكبر من الأطفال تماما بمناطق أخرى تماما، وعدد أكبر من الأهالي. تكون هالحملات التوعية توعية بالتنمر وأسبابه وأشكاله ومدى خطورته ومدى تأثيره النفسي على الأطفال، إضافة من خلال البروشورات فينا نقول. وهون كمان إنه بنشجع وبشكل كتير كبير، ويعني إنه يكون هالمشروع ما بيتقرر لسنوات، إنه يتفاعل دور المرشدين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس عن جد، يعني دور نتراجع بشكل كتير كبير كتير كبير. يمكن بالمدارس النظام هو الأزمة أثر كبير، لأنه صار في تجمع عدد كبير من الأطفال بالمدارس، فمرشد نفسي أو اجتماعي ما يغطي مشاكل هالطلاب، لأنه والمعلم هو كمان إنه بيقوم بواجبه التدريسي، فالمعلم ما نو فاضي يعني يسمع لهالطفل ويسمع لهاد ويحل مشاكلهم. فهون دور المرشد، دور التوجيه، دور الإدارة، كلها تتكاتف مع بعض. وحكت أنسي لورين على الأنشطة اللي فينا نقول رسم، رياضة، موسيقى، كل هدول كتير مهمين. هو بيساهم بدعم نفسي للأطفال ليقدروا يخف عندهم الحالة النفسية اللي فينا نقول خوف، قلق، توتر. نعم. وحتى إدارة المشاعر كتير مهمة، إنه الطفل يقدر يعبر عن حاله. يعني نعلم الطفل يعبر عن مشاعره، اللي هو الغضب، اللي هو الحزن، اللي هو الخوف، اللي هو الفرح. كل ما عبر الطفل عن مشاعره كل ما حالته النفسية بتكون مستقرة وطبيعية أكتر. كل هالأمور. وحكت زميلتي على أنه مشكلة النزوح اللي هي صارت، فهذا كمان يمكن فينا نقول تفاوت طبقي مثلا، أنه أو فينا نقول أنه ناس من محافظات تانية مثلا، أو فيمكن المنطقة ما كانت مهيئة بداية ليصير الازدحام هالازدحام وهالناس اللي هن طبعا كلنا أهل بسوريا، نحن كلنا أهل. فحس المنظمات المجتمع المدني وفي مؤسسات كتير بتقوم على التماسك المجتمعي والتعايش السلمي، وكيف نتقبل بعض ونتقبل المكونات الأخرى بالمجتمع، لأنه هذا كمان بيلعب دور. إنه إذا تعرضوا للتنمر هالأسر النازحة، كمان الأطفال كمان بيتعرضوا للتنمر، فهون المشكلة بتصير خطورتها أكتر. كمان بتذكر أنا ب2020 نحن كمؤسسة جيان سوينا حملة مانا كبيرة، بس هيك بنشجع أنه تكون في حملات أكتر. استهدفنا 100 طفل والأهالي 60 من الأمهات، وكان ضمن الحملة أنه بدنا نستهدف الآباء. للأسف ما حضر حدا من الآباء، فمن خلال إذاعتكم بوجه أنه الأب كمان يتحمل مسؤولية الأطفال. فالحملة كانت كتير مهمة، أنه تم التوعية وتم من خلال الإعلام كمان ضوينا على هالجوانب، وسمعنا الأطفال عبروا عن مشاكلهم، مو بس إنه نعطي معلومات، بقدر ما نسمع هالأطفال شو المواقف اللي تعرضوا لهم، كيف حسوا إنه نصغي لهم يعني ليرتاحوا. نعم. تحدثت عن نقاط عديدة، وأهم شيء هو أن يكون لدينا رغبة في الاستماع لهذا الطفل لنفهم بالضبط ما هي مشكلة هذا الطفل، وهل هو طفل ضحية للتنمر أم لا. تحدثت عن نقطة من نقاط عديدة هامة، ولكن في مسألة دور الوالدين، إذا كان أحد الوالدين متعاون مع المدرسة والوالد الآخر غير متعاون أو قاسي أو عنيف، لن يكون هناك نتيجة للحد من هذه الظاهرة في المنزل بداية. يعني فاصل متابعينا ونعود إليكم.
بنتابع مع ضيوفنا متابعينا وأسئلتنا حول ظاهرة التنمر ونقاشنا. أستاذة نجلاء، ما هي الخطط التي تعملون عليها للحد أو التقليل من هذه الظاهرة؟ طبعا قلنا هناك خطط قيد الدراسة كتعيين أخصائيين نفسيين نعم. واجتماعيين. تحدثت عن مشروع. نعم مشروع. أيضا في عنا مشروع إقامة ورشات تثقيفية في هذه الناحية للكادر التعليمي للمعلمين. في عنا خطط مستقبلية. نعم. هل هناك منظمات دولية أو محلية أستاذة نجلاء تحاول أن تساهم وتساعدكم في المدارس العامة للحد أو التقليل من الظواهر المجتمعية السلبية ومنها التنمر؟ نعم، هناك مثلا هيفاصور تقوم ببعض محاضرات توعوية بهذا الخصوص. أيضا في مديرية الصحة تهتم بهذا من الناحية الصحية وأيضا التوعوية. كمان في منظمة سيف تشيلدرن كمان. أيوة. كمان هاي قاموا بمثل هيك مشاريع حول التنمر. نعم، حول التنمر. طبعا هناك اقتراحات مثل ما قلت لي ورشات مستقبلية نحاول أنه قيد الدراسة بهذا. نعم أستاذة لورين، أسأل حضرتك حول نقطة الفارق الطبقي والاقتصادي. نسمع من حضرتك أيضا رأيك، هل هما سببان رئيسيان ضمن المدارس وتحديدا المدارس العامة؟ نعم، هناك فارق طبقي اقتصادي ضمن المدارس، خاصة في المدارس العامة، لأنه في المدارس العامة يوجد فيها عدد متفاوت من طبقات المجتمع. يعني فينا نشوف الفقير، المتوسط الدخل، المرتفع الدخل. فمستوى الأسر يلي مستوى الدخل لديها مرتفع غالبا يكون أطفال مدللين، خاصة إنه اللي يعتبروا إنه الثراء هي وسيلة للسخرية من الآخرين. مثلا إنه الطفل الثري يتنمر على الطفل ذو دخل المحدود. مثلا يتنمر على ثيابه، يتنمر على أدواته، على شكله. كذلك الأسرة اللي دخلها منخفض أطفالها معرضين للسخرية والتنمر أكثر من الأسرة الثانية طبعا. كمان فينا نقول عمل الوالدين أو أحد الوالدين. مثلا إذا كان والد طفل طبيب ووالد طفل آخر يعمل بأعمال حرة، فهذا الشيء رح يشكل عنا تنمر بين الأطفال. إنه أنت أبوك هيك يشتغل، أنت أبوك هيك يشتغل. كمان في عندي مثال مرات. أين يكتسب الطفل هذه الثقافة أستاذة لورين؟ أين يكتسب الطفل هذه الثقافة؟ يكتسبها من المنزل. يكتسبها من المنزل ومن المحيط، بس بداية من المنزل. لما الأهل يوعوا الطفل إنه ما في فرق بين الطفل زميلك، إذا كان أبوه أستاذ، إذا كان أبوه مدرس، أو كان مهندس، كان عامل عادي. لما يوعوا الطفل على هذا الشيء إنه ما في فرق بينك وبين زميلك، فالطفل ما رح يكتسب هذا الشيء. فأكيد وليس بالأكيد يعني، فمو أكيد يعني، فنوعا ما إنه أكيد في هيك شيء بالبيت حتى الطفل أخذ هالفكرة يعني. نعم، يكتسب من أهله. حتى انه بالمجتمع فيني اعطي مثال. كان في مره من ضمن جلسات التنمر عم يحكوا الاطفال، يعني دائما هن يعطوا امثله ويحكوا انه والله هاي الشله الفلانيه ما عم يحكوا مع الطفل الفلاني. ليش؟ لانه امه مطلقه، فكل الأطفال عم يتجنبوا هذا الطفل لأنه أمه مطلقة. يعني تحدث إنه بين الطبقات، بين فئات المجتمع في كتير فرق. معي حدثت ضمن إحدى الجلسات في عندي أطفال من المكون العربي، أطفال من المكون الكردي. عم ألاحظ إنه الأطفال اللي من المكون العربي عم يتجنبوا الأطفال من المكون الكردي. عفوا، المكون الكردي يتجنبوا الأطفال من المكون العربي. المكون العربي كان عددهم قليل، الكردي كانوا أكتر. لاحظت إنه عم يتجنبون، فأنا سألت يعني استفسرت ليش ما عم تقعدوا معهم، ليش ما عم تشاركون بالأنشطة، ليش عم تتجنبوا؟ بيقولوا والله لأنه هن مو مثلنا، يعني ما عم يحكوا مثلنا. فحكيت لهم شو الفرق بيننا وبينهم، يعني هن كمان مثلنا مثلهم، عم يشاركوا بالأنشطة، عم يحكوا يسمعوا يشاركوا. هون شو عملت؟
عملت أنشطة جماعية، مجموعات ده كل مجموعة دمجت معاهم طفل من المكون العربي. شوي هدول الأطفال تقبلوا بعض، صار في اندماج وتقبلوا بعض وصاروا يقعدوا جنب بعض. نعم. فإنه التفاوت الطبقي، التفاوت الاقتصادي كلياته يلعب دور عن هذه الظاهرة. أستاذة لورين، ما هي أهم البرامج التي من الممكن تنفيذها للحد أو التقليل من هذه الظاهرة، أو مقترحات أيضا؟ زميلتي نيروز حكت وكفت ووفت. نعم. رح أضيف لبعض الأفكار. طبعا كل فئة من المجتمع تلعب دور، وإيد لحالها ما بتصفق. نعم. كل واحد يبلش من عنده، وكل واحد يحاول من عنده لحتى نخفف من هاي الظاهرة. بالأول الإعلام له دور كتير كبير التأثير بالمجتمع. مثلا بث برامج تعليمية، برامج ترفيهية، برامج تربوية هادفة على المحطات. كمان تجنب البرامج العنيفة. أيضا على الأهل إنه يختاروا البرامج والقنوات اللي تناسب الأطفال. متابعة الأسرة، من ناحية الأسرة إنه على الوالدين إنه يبنوا علاقة صداقة بينهم وبين الطفل. نعم. منذ الصغر لحتى يكبروا، إنه يكون حوار مفتوح بيناتهم. ليش؟ لحتى يشعر الطفل بالراحة وبالأمان. كمان إنه عن طريق الحوار تعزز ثقة الطفل بنفسه. نعم. يقدر يعبر عن مشاعره، يقدر يعبر عن شيء زعجه. رح يحكي بكل أريحية. رح يلجأوا للأهل في حال تعرضوا لأي مشكلة حصلت معا. كمان حرص الأهل على تربية الأطفال في ظروف بعيدة عن القسوة، عن العنف. نجي على دور الحكومة، دور الدولة، إنه وضع قوانين صارمة لمعاقبة الأشخاص اللي عم يقوموا بالتنمر. وبنفس الوقت إنه حماية حقوق الأشخاص الآخرين الذين تعرضوا للتنمر، يعني الضحية. معاقبة الفئة المتنمرة وحماية حقوق الضحية. وكمان توفير مرشد نفسي ومرشد اجتماعي في كل مدرسة. نعم. في كل مدرسة، مع تعزيز أهمية التواصل مع المرشد في حال تعرض لأي شكل من أشكال العنف. في عنا منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات، مؤسسات حماية الطفل، المراكز، الجمعيات، كل هدول نطلق عن طريق إطلاق حملات توعية، حملات تثقيفية، مثل ما حكينا جلسات جماعية فردية، جلسات جماعية مفتوحة، إنه يكون الحوار والمناقشة فيها مفتوحة. عن طريق توزيع بروشورات. مرات كتير بنلاقي بالطرقات في رسومات أو في صور محكية. يعني مجرد ما بتطلع على الصورة لحالها بتحكي، تعبر عن طريق هذه الوسائل. كمان مثل ما قلنا القيام بجلسات جماعية مو بس للأهالي، للأطفال، لأنه الأطفال هن الأساس. الأهالي كمان أساس، بس إنه الأكثر شخص يتعرض للتنمر هو الطفل. يعلموه كيف ضمن الجلسة كيف فيك تدافع عن حالك. مو بس دمج الأطفال بجلسات عن التنمر، لا، دمج الأطفال بجلسات الدعم النفسي الاجتماعي، جلسات مهارات التواصل. يعني في كتير مواضيع فينا نستهدف الأطفال لحتى نعزز ثقتهم فيهم، مو بس جلسات، وفي أنشطة. نعم. أنشطة دعم نفسي. نعم، نوعي الطفل إنه ما هو التنمر، وإنه كمان إنه الطفل اللي عم يتنمر عليك هو ليس شخص أو طفل سيء. نوعي الطفل بأنه الطفل الذي يتنمر عليك أيضا قد يكون هناك أسباب، قد يكون مريض، قد يكون مضغوط. هذه الثقافة أيضا نحتاجها يفهمها أطفالنا لكي يقلل هذا الأمر من حدة الألم الذي يعاني له. نعم. أستاذة نيروز، بنكمل معك دور المؤسسات والمنظمات المدنية في نشر ثقافة عامة ضد هذه الظاهرة، وما هي الأدوات برأيك؟ تمام. هو فينا نقول منظمات مجتمع مدني هي صلة الوصل، فينا نقول بين الإدارة الذاتية، فينا نقول، أو الحكومات، وبين
الشعب. نعم. يكون له دور فاعل بحملات فينا نقول على مستوى الكبير يعني. الحملات الصغيرة ما بتعبي العين كثير أحيانا، يمكن يكون لها هيك نتائج صغيرة، بس هيك حملات على مستوى الكبير تكون سن قوانين مثلا، قوانين لمحاسبة الشخص اللي بيتنمر، عقوبات يعني فينا نقول بتناسب أكيد الطفل يعني. يكون في صندوق شكاوي من الشخص اللي يتعرض للتنمر، وهذا الصندوق الشكاوي بياخد بعين الاعتبار، لأنه للأسف أحيانا كتير الطفل اللي يتعرض للتنمر بينادي وبيصيح وحدا ما بيسمعه. نعم. فهي كتير مهم إنه ياخدوا بمحمل الجد، حتى يتوفر إنه كمان من خلال مؤسسات مجتمع مدني إنه يكون في رياضات هي دفاع عن النفس. الطفل يقدر يدافع عن حاله. نعم. لأنه يتكرر التنمر بشكل كتير كبير، لأنه الطفل ما عم يدافع عن حاله ويضل بموقف هيك يعني منطوي وبخجل وموقف ضعيف. فهذا كتير مهم الحملات التوعية من خلال البروشورات، من خلال الأعلام، مثل ما ذكرت لورين كمان. هدول لهم كتير دور كبير. إضافة لهالشي إنه هالحملات كمان إنه قبل شوي كمان حكيت تستهدف كل الأطراف يعني وكل الأحياء ليعزز من دور هالشي. وخاصة يمكن إنه حكت نجلاء إنه في مشروع للمرشدين النفسيين والاجتماعيين. هاي خطوة كتير مهمة ورائعة، وبنشجع إنه يكون بأقرب وقت إنه من خلال المؤسسات المجتمع المدني يخضعوا لتدريبات متخصصة أكتر يعني. نعم. كيفية التعامل مع الطفل وتقديم الدعم للطفل بجلسات فردية أكيد وبجلسات جماعية. فهذا كمان راح يكون كتير شيء إضافي ومميز يعني. وحكيتي قبل شوي أنا حابة هيك أنوه على فكرة إنه دايما نوضح للطفل اللي يتعرض للتنمر إنه الشخص اللي بيتنمر عليك ما هو سيء، فهو كمان مر بظروف صعبة. نعم. هو أساساً هو ضحية. نعم. هو ضحية يمكن قد يكون ضحية تنمر تماماً. هو ضحية تنمر، وهو كمان له آثار كتير كبيرة على شخصه بالمستقبل. يمكن يطلع شخص مدمن على الكحول، يمكن يكون يصير مدمن على المخدرات، يمكن يكون شخص يطلع بالمستقبل بكرة تعامله يكون سيء مع شريك الحياة، مع أولاده، مع أهله، كل هالجوانب. نعم. أيضا لو تحدثينا عن دور المؤسسات التعليمية الرسمية أستاذة نيروز والخاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة عامة حول ظاهرة التنمر. تماما. حقيقة يعني إذا يقوموا بدور كتير مهم، ولكن السؤال هل بيقوموا بدورهم، ولكن أو مقتصرين على أنه بس بدهم ياخذوا المادة التعليمية الأطفال عندهم دروس الرياضيات، الإنجليزي، العربي هدول أو الكردي هدول المهمين يعني. الأنشطة الثانية ما أنا موجودة. فدورهم يبلش من توزيع البرامج، حتى توزيع البرامج بشكل يتم وضع الأنشطة اللي هي وسيلة تفريغ وتحبيب للطفل أكثر، يعبر عن وجعه أو الشيء اللي بيمر فيه. نعم. هذا كتير مهم. ولكن لهم دور كمان إنه يكون في مواد فينا نقول بيخص بما يخص إنه الشيء يحث على المبادئ والقيم. المبادئ والقيم اللي هي تكون أساسية عند الطفل، مثلا الصداقة، التعاون، التشاركية، مساعدة صديق، إنه كيف نكون مع بعض. فوجود هيك مادة من مرحلة الصف التحضيري والأول بيعزز وبيخلق عند الطفل هالمبادئ السامية اللي فينا نقول بيبنى عليها. لأنه إذا نحن بس بنقول دور الأهل هو كتير مهم، ولكن الطفل ما بياخد بس من أهله، هو يضل يمكن نص اليوم بالمدرسة وأحيانا بالشارع وبالنوادي كل هالأماكن. فهذا كتير مهم إنه يكون في مواد خاصة بهالجانب ليعزز القيم والمبادئ الخلقية عند الطفل. نعم. وأتوقع يمكن من خلال مادة التربية الإسلامية كمان هالشي موجود، إنه أحيانا بيركزوا على هالجوانب، إنه كيف نحن نكون تعاملنا منيح، والحث على التعامل الجيد والحسن. نعم. وحتى تبادل
أحيانا يمكن الشخص اللي يتنمر على الثاني يمكن يبادله، أحيانا ما بيكون شخص ضعيف ومنطوي، هو يمكن كمان يبادل بنفس الطريقة، هو كمان يضرب، هو كمان يسب، هو كمان ينعته بألقاب ما منيحة. فإنه كيف إنه يكون رد على الشخص المتنمر بطريقة إنه بطلع بعينيه إنه يكون صديقي لا تتنمر، يعني بوصله رسالة إنه لا تأذيني، لا تجرحني يعني. فكل هدول مهمين. نعم، نقاط هامة تحدثت عنها. وهذه الثقافة، ثقافة التوعية ضد ظاهرة التنمر عموما، هي ليست يعني قديمة جدا. في الكثير من البلدان الغربية بأواخر الثمانينات أتوقع بدأت الحملات مواجهة هذه الظاهرة بعد انتحار 3 شبان في النرويج أتوقع. وهناك في الكثير من البلدان متابعينا وضيوفي برامج لمواجهة التنمر تبدأ من المرحلة الرياض أطفال، منها برنامج كيفا وبرنامج دان أولويز. فاصل ونعود إليكم متابعينا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيوفي تقريبا حلقتنا في النهاية، كلمة أخيرة بتحبي تضيفيها أستاذة نجلاء؟ تفضلي. أتمنى من كافة المؤسسات الاجتماعية والنفسية والإعلامية والثقافية أن يتكاتف ويقوم بخطط عملية لتوعية الطفل للحد من هذه الظاهرة، وأيضا تقوية ثقة الطفل بنفسه، للاستشعار مكان من القوة لديه وليستطيع الدافع عن نفسه. نعم، وأشكركم جزيل الشكر. أهلا بك، شكرا لك. أستاذة لورين تحبي تضيفي شيء؟ تفضلي. بتشكر إذاعة بوير مركز شير لأن طرقت لهذا الموضوع المهم والشائع واللي له تأثير كبير على المجتمع بشكل عام وله تأثير على الفرد بشكل خاص. نعم، شكرا. شكرا لك. أستاذة نيروز. تمام، أنا بحب إنه بنوه على نقطة كتير مهمة، إنه الأهل وحتى المدرسة إنه إذا شافوا علامات، الأهل خاصة علامات على أطفالهم إنه ما عاد يأكلوا، ما عاد يشربوا مثل الأول، ما عاد يناموا مثل الأول، صاروا انسحابيين، ما عاد يتواصلوا مع حدا، علامات تشير إلى أن طفلك متنمر تماما، إنه يمكن تعرض للتنمر أو عنده مشكلة نفسية بيعاني منها. فنحن سعيدين كتير إنه نحن كمركز جيان، كمؤسسة جيان مختصين بالصحة النفسية والعقلية، إنه بابنا مفتوح عن جد، بنستقبل كل الناس وكل الفئات الموجودة بالمجتمع. وكمان أنا بتشكر إذاعة بوير اليوم أعطونا هالمساحة ومركز شير إنه هالمساحة لنقدر إنه نوصل يعني رسالة، إنه فعلا أنا دائما بقول إنه نوصل رسالة للمتنمر إنه كن صديقي لا تتنمر. نعم، كن صديقي لا تتنمر. وفي الختام متابعينا، لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الكرام وضيفاتي العزيزات على الحضور ورحابة الصدر. الأستاذة نجلاء يونس خلف، خريجة معهد جقرخوين لإعداد المعلمين ومدرسة في ثانوية قناة السويس،
كل الشكر لحضرتك أستاذة نجلاء. والأستاذة لورين أحمد خريجة كلية التربية قسم رياض أطفال جامعة الفرات، تعمل متطوعة ومسؤولة في قسم حماية الطفل بمركز سمارت للصحة النفسية والتنمية البشرية. كل الشكر لك أستاذة لورين، والشكر للسيدة نيروز عليكا المجازة في علم الاجتماع، وعملت في المدارس كمرشدة اجتماعية لمدة 10 سنوات وتعمل في مؤسسة جيان فونديشن. كل الشكر لحضرتك. أهلا وسهلا. وكل الشكر لكم متابعي ومشاهدي بوير اف ام. كانت هذه الحلقة الثالثة من حلقاتنا الإذاعية حول الواقع التعليمي في المؤسسات التعليمية الرسمية وغير الرسمية، وهذا البرنامج برعاية مركز شير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بوير الإعلامية. وعلى مدار 3 أسابيع كنت معكم في 3 حلقات إذاعية. في تقديم هذه الحلقات شيف حسن. ابقوا بخير، في أمان الله.